الفيديو ده مهم جدا لكل اب وام بيهتموا بصحة عيالهم، مش بس اهتمام، ده ناقوس خطر، لان المشكلة دي موجودة عند نص عيالنا واحنا بنتهمهم بالدلع. لو حاسس ان ابنك تعبان، رافض ياكل بروتين، بيقولك يا بابا انا ما بحبش اللحمة، بص على ضوافره. لو لقيت نقطة بيضة، دي ممكن تكون علامة على نقص معدن مهم جدا. المعدن ده مهم لان بيدعم صحة الاطفال، بيساعد على شفاء الجروح، بيساعدوا على النمو، ليه دور مهم في حاسة الشم والتذوق. عشان كده لما بينقص بيأثر على اختيارات الطفل للأكل ويخليه يرفض أكل معين. المعدن ده هو الزنك. وأنا فعلا شفت قصة حقيقية لطفل كان طول عمره تعبان مريض، شعره بيقع، كان أقصر من زمايله أسرة ملحوظ، ولما خد مكملات الزنك فرقت في صحته بشكل فعال. لو لاحظت ان النقط دي بتتكرر، لازم تاخد الموضوع بجدية وتزور الدكتور. طب ليه أصلا الزنك بينقص؟ أول سبب من أسباب نقص الزنك وهو رفض الطفل للأكل الصحي، ما يرضاش ياكل بروتين، لحوم، ودي أهم مصادر الزنك. تاني حاجة هو إصابة الطفل بالديدان أو الأميبا، ودول بيأثروا على قدرة الأمعاء في امتصاص الفيتامينات. تالت حاجة وهي سوء التغذية. عشان كده تحليل البراز مهم جدا عشان نكشف وجود الديدان أو الأميبا اللي لازم يتعالجوا فورا. طب إيه أصلا أعراض نقص الزنك بالظبط؟ أول حاجة وهي نقص المناعة، الطفل بيكون مريض وبيجيله برد كتير. تاني حاجة تساقط الشعر. تالت حاجة وهي ضعف النمو. رابع حاجة ضعف الشهية ورفض بعض الأكلات خصوصا البروتين. خامس حاجة مشاكل في حاسة الشم والتذوق، وده ممكن نفهمها وهو بيرفض بعض الأكلات المعينة. سادس حاجة وهي صعوبة في التئام الجروح. سابع حاجة وهي أعراض جلدية زي إحمرار وحساسية. تامن حاجة وهي الإصابة بالإسهال المتكرر. آخر حاجة بقى وهي التعب والإجهاد، وساعتها ما تتهمش الطفل بالدلع. عايزة أقولك إن أفضل تعويض للزنك هو الأكل الصحي. طب الزنك موجود فين؟ اللحوم والفراخ، البيض والزبادي، السمسم والشوكولاتة الدارك، والمكسرات واللبن. وبعدها يجي دور المكملات الغذائية زي الزنكوريا، الزنك اوريجين. ولو أول مرة تشوفني فأنا دكتورة داليا يوسف، أخصائي التغذية العلاجية والإكلينيكية. قولي في التعليقات، هل ابنك بيرفض أكلات معينة؟ وهل لاحظت نقط بيضاء على ضوافره؟